احلى صوص ابيض بتاع السينابون ممكن تدوقوه في حياتكم، بجد رهيب رهيب، تحفه جدا جدا. القوام بتاعه جميل قوي. انا جربت كذا طريقه ليه وما كانش بيظبط معايا، دي الطريقه الوحيده اللي ظبطت معايا، وبجد طعمها رهيب، بيغطي تغطيه حلوه جدا للسينابون. تعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه كده المفروض ان احنا هنعجن العجين والحاجات دي. بس قبل بقى ما اقول لكم على العجينه، هي طريقتها هشه جدا، حلوه قوي قوي. انا برضو جربت كذا طريقه لعجينه السينابون، كانت بتبقى حلوه، بس دي احلى حاجه وصلت ليها لحد دلوقتي. انا بجد هعتمد الطريقه دي ومش هغيرها بقى تاني. في كذا طريقه بجربها للحاجه بتعجبني، بس بحس ان دي مش احسن حاجه، اكيد في حاجه احلى. بصراحه دي احلى حاجه انا وصلت ليها وحبيت ان انا اشاركها معاكم. اول حاجه كده هنجيب 3 كوبايات ونص من الدقيق، دقيق متعدد من الاستخدام. وهنجيب ينفع يعني للمخبوزات وكده، هنجيب كوبايه وربع او كوبايه بس من الحليب، لبن يعني، وبيضايه، مقلعتين من الخميره، ربع كوبايه من السكر البودر، و3 مقالع من اللبن البودر. وهنحط تلت كوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، ورشة من البيكنج باودر، يعني ربع معلقة صغنونة كده من البيكنج باودر. وهنبدأ ان احنا نعجن العجينة بتاعتنا. هتطلع معاكم عجينة قطنية هشة جميلة جدا جدا. انا بعرف اصلا العجينة دي حلوة ولا لا من وانا بعملها، بجد بتلاقيها كده شبه القطن وانا بعجنها. طبعا بسيبها تخمر حوالي نص ساعة لان الجو لسه حلو، وبعدين هبدأ ان انا اشكلها. فردتها على شكل كده مربع، وبجيب مكعب من الزبدة بفرشه عشان الحشو بتاعي يمسك فيه. الحشو بتاعي مقلعة صغنونة من القرفة، ولبن هو قصدي كاكاو خام، وعليه سكر، وبخلطهم مع بعض كده، وببدأ ان انا اغطي بيها العجينة. بس انا بصراحة ما حطيتش قرفة لان مش بحبها يعني. وهبدأ ان انا ارول كده. ولو مش عايزه تجيبي بقى كاكاو خام، بتجيبي ممكن تجيبي نسكويك، ممكن تجيبي يعني شوكولاته من اللي احنا بناكلها، بنشربها قصدي في الشتاء. الصوص بتاعي عبارة عن نص كوباية من الجبنة الكريمي، ونص كوباية من اللبن البودر، ورشة من الفانيليا، وبتخلطي على كده. بس انا بقى ضفت كده من عندي 4 مقالع من اللبن، ومقلعتين من الكريم شانتيه. عايزه تحطي حطي، مش عايزه تحطي هيطلع معاكي احلى صوص ممكن تعملي. بس انا حبيت ان انا اضيف الاضافات دي، حبيتها اكتر. شايفين قوام الصوص بتاعي جميل قوي 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 قوي. خبزته في الفرن طبعا على درجه حراره 200، واول ما هدي كده حطيت عليه الصوص، وحطيت صوص كراميل جاهز يعني مش انا اللي عاملاه. ممكن نعمل الصوص الكراميل في البيت، بس انا بصراحه يعني جربته كذا مره، مره بيظبط ومره مش بيظبط. طبعا يعني الخامات غاليه، فمش مش يعني مش حمل ان احنا نقعد نجرب ويطلع حلو او هذا. فالصوص ده جميل وجاهز وبيقعد عندي فتره طويله قوي قوي وجميل قوي يعني. وكنت حابه بقى ان انا اوريكم في اللقطه دي ان انا اقطع وكده، فطبعا ما ينفعش ان انا اقطعها بالمقلعه خالص، عايزه شوكه. العجينة هشة قطنية جميلة قوي قوي قوي. جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجة صغيرة. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو انت اول مرة تشوفوني من خلال الفيديو ده. ولو عجبكم برضو الفيديو اعملوا شير مع اصحابكم قرايبكم وعلى اي حاجة. اعملوا شير كتير كتير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفادوا بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.